معاكم منى مصطفى، تربوية متخصصة في تنشئة الأطفال وازاي نفهم أطفالنا بشكل صح وازاي نتعامل معاهم مش نحكم عليهم. اتكلمنا عن صعوبات التعلم، عرفنا يعني ايه صعوبات تعلم وعرفنا نشخصها ازاي، او ان احنا منخليش حد يشخص طفلنا صعوبات تعلم وهو سنة ونص او سنتين. وعملنا روتين يومي لطفلنا عشان يغير حياته 180 درجة، وقلنا لو مشينا عليه هنشوف الفرق. وكمان قلنا نعالج مشكلة النسيان او الطفل ما بيحبش المذاكرة بايه. وقلنا ان احنا نكرر معاه المعلومة كذا مرة واتنين وتلاتة ان شاء الله 10. نخليه يقول المعلومة بصوته هو عشان تثبت عنده اكتر، ونستخدم صور ورسومات متحركة ترتبط بالموضوع عشان تثبت المعلومة عنده. تمام. تعالي بقى اقولك على حاجة تانية. 3 اخطاء بتدمر ثقة طفلك وبتبدأ منك انتي. لا، ما بتبدأش مني، بتبدأ من الطفل. لا، بتبدأ منك انتي والاب وبعدين الطفل. بس الطفل ده ملهوش، يعني الطفل ده شبه الضحية بالنسبة لنا. انتي بتعملي الحاجات دي من غير ما تقصدي، وانتي قصدك في وجهة نظرك وفي تفكيرك لا انا بقوله كده عشان هو يحاول مرة واتنين وتلاتة عشان يبقى احسن، وانتي ما تعرفيش ان هي بتدمر عنده الثقة بالنفس. زي مثلا اول حاجة المقارنة، ان انتي بتقارنيه بزمايله، بتقارنيه بقرايبه، بتقارنيه باخواته طول الوقت. شوف صاحبك عمل ايه، شوف اختك عملت ايه، شوف اخوك جاب كام. طول الوقت انتي عماله تقارنيه، وبالذات لو توأم. بلاش تقارني معاه، بلاش تقولي له شوف كذا عمل ايه، ما تقوليش كده، ما تقارنيش خالص. الجمله دي كفيله تحسسيه ان هو اقل من غيره، وهو بالعكس ده هو ممكن يبقى احسن من اي من اخواته نفسهم، من صحابه، ذكي عنهم. طول الوقت حاسسين ان هو يعني ايه، شاطر قوي، انتي فخوره بيه جدا. بلاش تقارنيه بحد. تاني حاجه الزعيق المستمر، طول الوقت انتي عماله تزعقي، طول الوقت بتزعقي. الصوت العالي عامه بيخوف الاطفال وبيخلي بعد كده عندهم مشاكل نفسيه وصحيه، ومش هنتكلم عنها، نتكلم في حاجه معينه. الصوت العالي بيخوف الاطفال، ومع الوقت ومن كتر الصوت العالي مع الطفل هتخليه يقلل الثقه عنده بالنفس، وبعد كده يفقدها خالص. تالت حاجه واهم حاجه، ان انتي بتقللي من مجهوده. حتى لو على حاجه صغيره انتي بتقللي منه. انتي تحبي حد مثلا يقلل منك؟ انتي لا، بتقللي من الطفل نفسه الصغير. كل ما يعمل لك حاجه تقولي له ايه، ايه ده سهل، هو انت عملت ايه يعني؟ لا، ما تقولوش كده. ده بالنسبه له انجاز كبير هو عمله. قولوا ده انت شاطر، صح ان انت عملت، ما تقولوش ده سهل خالص. حاسسين ان هو عمل مجهود كبير. زي مثلا القلم واللبسه دول، هو مثلا عملها كده، مستني منك ان انت تسقفي له او تقولوا انت شاطر، عشان بالنسبه له ده انجاز. بالنسبه لك انت دي حاجه تافهه، هو عمل ايه يعني؟ لا، ما ينفعش. بلاش تعملي اللي احنا قلنا عليه، واعملي حاجات بديله ليها، وهقولك الحاجات دي ايه. اول حاجه اعمليه، شجعيه حتى على الحاجه الصغيره، حتى لو ببونبوني، بالونيه، حاجه هو بيحبها، حاجه كان نفسه انت تجيبها له، قلت له لما تعمل الحاجه الفلانيه هجيبها لك. ممكن تجيبها له كمكافاه. ما قولي له انت شاطر، انت قوي، انت بتتحسن، انت ممتاز، انا فخوره بيك. طول الوقت كلمات مدح هتخليه يعزز الثقه عنده بالنفس. تالت حاجه اسمعي منه كويس، واسمعي ليه. ما تخليش يعني تقعديش تقولوا ده انا زهقت. خليه مثلا هو بيجي من المدرسه يقعد يحكي لك، ده انا ده حصل كذا وكذا وكذا، ده المدرسه الميس دي عملت كذا والميس دي عملت كذا وصاحبي عمل كذا. خليه يحكي لك كل حاجه، خليكي تبقي صاحبته. ما تقولوش ده ايه ده انا زهقت، اسكت بقى ده انا مصدعه. بلاش الكلمه ديت. اسمعي ليه. ثقه ابنك بتبدا منك انتي مش من حد تاني. لو عجبك المحتوى دوسي لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس تحت. باي باي.